صاحب مركز صيانة في الجزائر عمل فيديو بيسأل فيه سؤال لولبي. بيقول ليه كل السيارات اللي بتجيلنا من الاتحاد الأوروبي، من أسبانيا، من ألمانيا، من إيطاليا، من فرنسا، الرينو تحديدا، صنع في المغرب، وقطع الغيار بتاعتها كمان صنع في المغرب. شوفوا يا خاوتي، بيصنعوا السيارات وقطع الغيار بتاعتها، ودي مشكلة. فين المشكلة يا قرقور؟ جه يغير للطوموبيل الزيت، كل ما يروح في حته يلاقي صنع في المغرب. تقول المغاربه عاملينها فيكم. رفع الطوموبيل لفوق ونزل تحتيها رينو كليو. كل ما يضرب عينه في حته يلاقي صنع في المغرب، صنع في المغرب. مسكين ما قدرش يجمع، قام عامل فيديو قال ليه يا خاوتي؟ ليه؟ ايه؟ لانها ناس بتشتغل، لانه المصدر الاول في افريقيا للسيارات كانت جنوب افريقيا، الان المغرب هو الاول وجنوب افريقيا الثاني. وانت قاعد تصور وتستعجب. ما هو عشان كده رئيسك ابو قرع عبد المجيد بطيخه قال لك مش كل اللي ينفخ بنوات يبقى بيصنع سيارات. كان حقده وغيرته باينه من اول يوم شفنا وشه، وانت لسه في محلك زي ما انت بحطت ايد فرنسا. لكن المغرب هيكتب صنع في المغرب على السكالوت بتاعك، والايام بيننا على الاندروير. شوف الفيديو، استنى احكي لك الحكايه. السلام عليكم خواتنا العزاز، مرحبا بكم عند فيفا سيرفيس فرندا. اليوم عندنا هذا الكليو 5 تي سي او، جات عندنا بريمي فيدونج تاعها. هذا اول فيدونج بنديروه. اليوم ما غاديش نحكوا على نوعيه الزيت ولا على السيارات ولا على، بغينا نحكوا على المشكل تاع السيارات في الجزائر. يعني كل السيارات اللي راهم يجونا موال 3 يعني اللي جايه من المانيا ولا من فرنسا ولا من اسبانيا، يعني لاحظنا فيهم واحد الحاجه، كل قطع الغيار تاعهم ميد ان موروكو. يعني المغرب راه يصنع السيارات ويصدرها من اوروبا، ومن اوروبا نشروهم حنايا. يعني حتى فيتراويل، فيتراير، فيترا غازوال، حنا نجبدوهم ونصيبو بريمي فيتر تاعها الاول مخدوم في المغرب. وغادي نوري لكم هذا المثال. هذا فيتراويل كليو 5 تي سي ها ميد ان موروكو. يعني علاش حنايا ديما عندنا المشكل تاع السيارات، مازلنا حاصلين بدراهمك ما تشري سياره، وفي المقابل تجينا سيارات مستورده من المغرب عن طريق اوروبا ولا الاتحاد الاوروبي. هذا مشكل كبير وربي يدير خير ان شاء الله. مام غادي نوريكم لي فيترا غازوال كلشي راه يدخلنا مصنع في المغرب. وعندكم التعليق ومرحبا بكم، واي حاجه مرحبا، بارك الله فيكم. علاش يا خوتي؟ جاوبوه يا خوتو. اقول لك الصحافه بكره بعد انتشار هذا الفيديو في الجزائر وفي المغرب وفي كل حته، صحافه الاحائح والنانوات، اي صحافه تزيكو هتطلع بكره الصبح تقول لك الاجابه لان صندوق النقد الدولي وعليهم قروض ولا اقول لك لا مش هتمشي دي لان مش عارف الحشيش مش عارف مال. اقول لك لا برضه لا مش هتمشي دي لان السياحه التي مش عارف مال، لانهم اشتغلوا. بس خلاص انت خالص. ومش بس الرينو داسيا وهي شركه واحده، ستروين، بيجو، وان شاء الله لسه هتشوف ماركات تانية مش بتاعت السيارات التقليديه دي المغرب خلاص بقى دي فات منها. السيارات الهجين اللي هي بتمشي بالهيدروجين والوقود العادي، واضافه الى الكهربائيه. يا راجل واحد فرنسي وريتك انا فيديو من يومين، واحد فرنسي كان جاي من فرنسا هنا المغرب بسياره الكتريك كهربائيه، فقالوا له لا في المغرب مش هتلقى خدمات ومحطات تشارجيها. فبيقول لك قيست وجيت، قام جاي هنا مصور لهم، قال لهم ده انا كل ما ادخل محطه الاقي محطات الشارج فابور مجانا، المكان الوحيد في العالم اللي شارج فيه الطوموبيل فابور، وتقولوا لي مش هلاقي خدمات يا جدك. الفرنسي وقف مذهول ويصور ويقول لهم ده لانها موجوده فعلا في كل المحطات، لكن اول مره كنت اعرف انها فابور. شارج فابور مجانا، تخيل. فيقول لك لقيت المغرب مكتوبه في كل حته. ده انا عندي رينو في مصر زي دي بس العاديه مش الكليو لوجان. فعلا صنع في المغرب. دول كاتبينها قصدنا في كل حته، حطب لهم من تحت صنع في طنجه. رينو المغرب طنجه، في كل حته تفتح اي حته تلاقي رينو طنجه. يعني ما تحاولش
هي فاضل لها شويه والديماري تقول لك رينو طن. من حقه. اشتغلوا، اجتهدوا. انت بقى بتعمل ايه؟ شهداء صور على خط النار، تررت تررت، بس كده. ده اللي بتعملوه بقالكم 60 سنه. فلا حتى قدرتوا تحافظوا على هذه الصوره العبثيه، صور شطار احرار على خط النار، تررت تررت، ولا عرفت تصنع حاجه الا انك قاعد محساد. رئيسك اول ما تولى قال لهم هو كل اللي ينفخ بنوات 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 يا تافه. ده بيصنعوا دلوقتي سيارات كهربائيه وهجينه وسيارات التقليديه، ماركات كتيره، ودخلوا في البطاريات والرقائق الالكترونيه وسبقوا. وانت لسه طلع زيت جاز، بيع الجاز بربع ثمنه خام واستورده مفصص. ده انت بتستورد زيت السيارات اللي هيعمل بيه الفيدونش ده مستورد، ومع انك دوله بتروليه. انت اللي زيك يدفن نفسه حي لو عنده كرامه. المغرب هيكتب لك صنع قفاطنك وجلالبك وبلاغيك اللي قاعد تتباهى بيها انها تراثك دي صنع في المغرب، مكتوب على قفا جدك صنع في المغرب. التوني بتاع منتخبك مكتوب على قفاه صنع في المغرب. اوعدك خلال 5 سنين بس، مش 10، 5 سنين جايين السكالوت بتاعك الاندر وير هيتكتب عليه صنع في المغرب، لانك لا بتصنع لا بتنتج. يا راجل ده انت جبت شركه قطريه بنت امبارح مؤسسه 2018 بسبب ازمه في الحليب حصلت في 2017 لما حصل حصار قطر، فاتزنقوا في الحليب. المغرب هنا بعت لهم وتركيا بعتت لهم سنه بس سنه، اقل من سنه كان عندهم شركه بلدنا لانتاج الحليب وعندهم اكتفاء ذاتي من الحليب. انت عندك ازمه من الحليب سنين، عملت ايه؟ جبت شركه بلدنا المؤسسه جديد دي تعمل لي حليب. انت ما عرفتش تعمل شركه، ما بنعرفش. احنا ما بنعرفش نعمل حاجه غير صور شطار احرار على خط النار ونحسد ونحقد على الجيران، بس كده. دي الحاجه الوحيده اللي بنعرف نعملها، اضافه الى الامور الثانيه بقى بتاع السكيميكي، يعني ما بين نانو وتاكوسا، بس كده. بنعرف نتسكيميك. هم محترفين في دي، ولذلك هم خدوا كل البطولات في اوروبا، ومؤخرا في واحده طرقت ابواب امريكا يعني عاش. ما شفتوش الواد المتحول اللي كان بيلولو النانو ده؟ لا، بيلولو في افتتاح اولمبياد باريس، جزائري. لولوته بتقولوا انه جزائري، اللولوه دي مش غريبه عليا. فانك تلقى مكتوب صنع في المغرب ده العادي. ده لسه هتشوف اجهزه الكترونيه ولسه هتشوف حاجات كتيره جدا باذن الله، وهتجيلك غصب عنك، مش من المغرب، من الاتحاد الاوروبي. هي لازم تنباع من اوروبا وتشتريها انت بدبل الثمن. ليه؟ لان حجمك حمار، حجمك عبد مجيده. عايز تبقى ايه؟ والعلاش يا خو، ومش هتعرف تركب غيرها. يعني في مصر مثلا لما اجي اركب القطعه المغربيه صنع في المغرب، سواء فلتر الزيت سواء اي حاجه لازم صنع في المغرب بتاع ديال. يا مسكين. فالجزائريين دلوقتي قاعدين يقول ايه، بيسال هو سؤال عبثي مش عارف نجاوبك، نقول لك ايه؟ اقول لك انا علاش كل لما تشوف كل حاجه مكتوب عليها صنع في المغرب، لانهم بيصنعوا كل حاجه. وانا اقول لك انك قريبا جدا هتصور السكالوت بتاعك الاندر وير بتاعك، توريه لنا ان هو كمان صنع في المغرب. عارف ليه؟ لان المغرب سبقك، وده سبب حقدك التاريخي. لا تخرج من الفيديو قبل ان تقول عمر يا مغرب. دي الحكايه. اشوفكم على خير.